التفاصيل ان انت عارف ان الاهلي ان شاء الله باذن الله في ديسمبر عنده بطوله الانتركونتيننتال طبعا اللي هي بديله لكاس العالم للانديه. ده مش فندق الانتركونتيننتال، ده بطوله. اكيد فندق والله. تلعبوا فنادق على هتقول لي طول. انا رايح فندق؟ لا انتوا مش بتروحوا تلعبوا لا فنادق على اقول طول. الانتركونتيننتال ده يقول لك ده فندق ومش فندق. انا بقول لك من قبل كاس الانتركونتيننتال دي بطوله كاس العالم للانديه بشكل بس انا عارف والله العظيم يقول لك لا رايح فندق. سؤال. اتفضل. وهتاخدوا فيها ميداليه برضه كانكم بتلعبوا في اولمبياد وتقولوا احنا ثالث العالم. اول مره اسمع في حياتي الاهلي ده بيخترع حاجات ما بنسمعش عنها الا في الاهلي بس. ده الاهلي ما بنسمعش عنها في العالم كله. ده الاهلي يقول لك انا ثالث العالم وميداليه ايه يعني؟ امال الفيفا بيديله ميداليات اربع ليه؟ فرق انت ثالث على الرابع يعني. الثمانيه خليتهم يقول لك ايه علقت ميداليه كانه بيلعب في اولمبياد. يعني ثواني ما تبطلوا تلعبوا في الاولمبياد دي بقى. هو الاهلي ده بطوله العالم اللي جايه خلاص بقت جد بعد كده 2025. لا انت يعني البطولات اللي فاتت يا استاذ عمرو كنت تتمنى الزمالك يكون موجود فيها؟ اربع ما فرق كنتش تتمنى الزمالك يكون موجود؟ بتطلع يعني ما كنتش تتمنى الزمالك يكون موجود؟ طبعا اتمنى. ليه؟ طيب يبقى اذا هي بطولات مهمه. ايوه انا بتكلم، انا ما اتكلمتش على اهميه البطوله. انت بتتكلم على الميداليه على الميداليه اللي هي كانك بتلعب في الاولمبياد. يعني انت بتعتبرش ده انجاز؟ وعلقت ميداليه ثالث عالم بيلعب في الاولمبياد. يعني بعد بطل اوروبا وبعد بطل امريكا الجنوبيه بتعتبرش ده انجاز؟ بص اي حاجه بيعملها الاهلي انجاز طبعا. بص يا امير، بص ثالث العالم للانديه مش انجاز، لكن وصيف الدوري انجاز عند استاذ عمرو. ايه وصيف الدوري؟ مش انت بتقول الفريق اللي يوصل مباراه نهائيه ويخسر يبقى عامل انجاز؟ لا انا بتكلم على الرياضه بقى اللي انتوا ما تعرفوهاش. أيوة. الرياضه اللي انتوا ما لكمش علاقه بيها. ايوه الرياضه الوصيف انجاز، مش الوصيف. ثالث عالم مش انجاز. التنافس الوصول الى المباراه النهائيه ده التنافس. مين يكسب ده حاجه تاني. لكن دي الرياضه، مفهوم الرياضه اللي انتوا ما عندكمش مفهوم. أيوة. مش تبعكم، انتوا ما لكمش علاقه بيه. خلاص انتوا لكم علاقه بالميداليه بتاعت الثالث. يا استاذ امير اديله بس قلم والنبي اكتب خطاب للفيفا يلغي ميداليه المركز الثالث. طب عشان اسالك سؤال مهم، انت في معلومه قلتها لنا المره اللي فاتت هاجي لك فيها. اتفضل. في النادي الاهلي لجنه التخطيط ابتدت تقعد، وحضرتك انت قلت ان في بعد عوده كولر من اجازته ان شاء الله في جلسه واخد 7 ايام اجازه. فهم محضرين ملف بان الاهلي هيستعين ب3 لاعبين اجانب في 3 مراكز: راس حربه وباك ليفت وقلب دفاع. حلو. باك ليفت وقلب دفاع. استقروا عليها. بس عايز اسالك سؤال بالمناسبه، يعني معلش مقاطعه كده. انتوا كل سنه بتدوروا على راس حربه، وبقى الاهلي بقى له 5 سنين بيجيب راس حربه ويفشل ويدفع 2.5 مليون دولار وتضيع ونبدا من جديد كل سنه. يعني انت عاجبك موديست؟ يعني انت مش عاجبك موديست؟ طب انت عاجبك اللي كسب البلديه فريقك المفضل. يعني انا عارف ان موديست ده حرقك عشان كسب البلديه. انت عارف البلديه عند عمرو ايه؟ احسن من المزيد واحسن من الترجي. ايوه صح. هو متضايق عشان خاطر كسب البلديه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت عانيت كنادي اهلي في مباراة الترجي، مباراتي الترجي، عانيت زي ما عانيت في مباراة البلدية؟ لو الاهلي بيخوض مباراة الترجي بنفس فكر مباراة البلدية ما عانيتش طبعا، ما عانيتش اصلا. يعني عشان تعرف ان البلدية احسن من الترجي. وانت ما عانيتش قدام نهضة بركان زي ما عانيت قدام بني عبيد. هعمل لك ايه طيب؟ بني عبيد انت بتفتكر حاجة من 30 سنة، انت بتتكلم في حاجة غريبة قوي. فهم استقروا على 3 صفقات وتقريبا خلاص يعني في الاجتماع الجاي ان شاء الله هيتم الاستقرار على الاسماء بصفة نهائية. وطبعا اتكلمت معاهم على بعض الاسماء اللي كانت مطروحه الفتره اللي فاتت، وعرفت ان دي مستبعده تماما. يعني كان موقف معلول في اتجاه قوي للنادي الاهلي بعدم قيد علي معلول في القائمه. القائمه الاولانيه. والانتظار لعودته. انت عارف ان علي معلول ممكن يغيب لحد ديسمبر. هو غياب 4 شهور وياخد له شهر اعداد او حاجه زي كده. التاهيل انت عارف اللي اعرفه 4 شهور يبقى في الملعب يعني. فهو قال لك ممكن ما يلحقش بدايه الفتره الاولانيه. فقال لك من يعني ده اتجاه عدم قيده في القائمه الاولى وقيده في الفتره الثانيه، على ان هو لو علي معلول عنده عروض احتراف ممكن النادي الاهلي يسمح له باعاره لنهايه الموسم. بس هو اصلا عقده بينتهي مع نهايه الموسم. نعم. ما هو عقده بينتهي مع نهايه الموسم. هيجدد يعني بعد كده يطلع اعاره. انا بقول لك هيجدد وعدم قيده في القائمه الاولى. وبعد كده ممكن يسمحوا له بالاعاره لو الظروف اتاحت. لكن في بيفكروا في حد باك ليفت موجود.